بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنشرح مع بعض حاجة اسمها بري اناليتيكال ايرورز، او الاخطاء اللي بتواجهنا او الاخطاء اللي بتحصل قبل ما نشتغل التحليل او قبل اجراء التحليل. طبعا انت مفيش حاجة ما فيهاش اخطاء، فلازم نبقى فاهمين الاخطاء اللي بتواجهنا بحيث ان احنا نتجنبها عشان نوصل في الاخر ان احنا نطلع نتيجة تحليل صحيحة للمريض اللي قدامي، بحيث المريض يتعالج بصورة صح. الايرورز ديت او البري اناليتيكال ايرورز اللي هي بتحصل قبل التحليل بتبقى مربوطة بثلاث حاجات مهمين، يا اما بالبيشنت اللي هو المريض، او بالكوليكشن اللي هو عملية جمع العينات بتاعتك او السحب. اخر حاجة السيمبل، ودي مهمة وهنتكلم عنها باستفاضة في الاخر عشان فيها شوية عناوين لازم تبقى فاهمهم وعارفهم كويس جدا. اول حاجه خلينا نتكلم على البيشنت ريليتد ايرورز، او الاخطاء بقى اللي بتيجي من ناحيه من ناحيه البيشنت بتاعك او المريض. اول حاجه انت ممكن يجي لك مريض عايز يعمل تحاليل وليكن سكر، فالسكر المفروض في تحاليل مرتبطه بالصيام، فلازم تكون صايم، الفاستنج بتاعك لازم الحاله بتاعتك تكون صايمه. طيب مريض جالي وعايز يعمل التحاليل وقال لي ان هو صايم وهو مش صايم، طبعا النتيجه هتتاثر بحاله جسمه بالصيام، فطبعا دي مشكلة، ويعني دي مشكلة وهتسبب مشكلة في النتيجة. فإذا أول حاجة الفاستنج الصيام، فلازم تبقى عارف المريض بتاعك صايم ولا لأ في التحاليل اللي هي مطلوب لها صيام. تاني حاجة الدايت، مريض ممكن يكون جاي لك مثلا مش يعني الدايت برضه في الصيام، يعني ممكن يكون جاي لك مثلا واكل وهو عايز يعمل تحليل سكر، فهيأثر برضه على النتيجة. مريض مثلا جاي لك وواكل وجبة دهون دسمة جدا وعايز يعمل تحاليل، فوجبة الدهون الدسمة دي ممكن تخلي السيرم بتاعك متعكر أو السيرم بتاعك فيه نسبة دهون، فتأثر برضه على نتيجة التحاليل. فانت لازم تبقى فاهم هو واكل ايه ولا عامل ايه، يعني لازم تبقى واخد الهيستوري بتاعه كامل عشان تبقى عارف انت داخل على ايه او هتشتغل التحليل ازاي، او لو او لو انت مثلا لازم تطلب له عينه تانية تقول له مثلا ايه تصوم الاول بعد كده تيجي تسحب التحليل، فلازم تبقى واخد منه البيانات كامله، لان في ساعات مرضى بيجوا لك هم ما بيتكلموش، يعني هو اي حاجه انت تقول له يمين هو يقول لك شمال، يعني انت مثلا ايه تقول له انت بتاخد علاج لحاجه يقول لك لا، مع ان هو بياخد بس يقول لك لا. فانت لازم تبقى فاهم هو صايم ولا لا، مريض سكر ولا لا، فانت تبقى عارف كل التفاصيل دي بحيث ان انت ما تقعش في خانه انك تبقى انت اللي غلطان. تاني حاجه الاكسرسايز، طبعا مريض بقى بيعمل مجهود كتير، مريض ما شاء الله عليه يعني نشط يعني، وبيجي يعمل تحاليل. يعني مثلا على سبيل المثال احنا عندنا تحليل اسمه تحليل كرياتينين، ده بيتاثر بالمجهود البدني او بالانشطه عامه. فانت مثلا واحد مثلا بيلعب جيم جامد وجاي يعمل تحليل وليكن كرياتينين، هيلاقي الكرياتينين بتاعه عالي فيقول انا خلاص انا مريض كلى. لا، هو مش مريض كلى ولا حاجه، هو الفكره ان هو الكرياتينين بيتاثر بالعضلات، فهو العضله بتاعته بتطلع نسبه كرياتينين عاليه، وبالتالي هتاثر على نتيجه التحليل. فانت لازم تبقى فاهم برضو الاكسرسايز المجهود اللي هو عامله قد ايه عشان تبقى مفهمه، لانه هو هياخد منك التحليل خلاص انا كده ضعت، لا تبقى مفهمه وهو يبقى عارف برضو اللي هيحصل. الاسترس اللي هو التوتر بتاعي، مريض جاي لك متوتر جدا، فانت لازم الصح والمظبوط، اي حد يعني اي مريض قدامك متوتر لازم تخليه يهدى كده، لازم تخليه يرتاح، بحيث ان احنا عندنا تحاليل او وخصوصا الهرمونات، يعني انت عندك الهرمونز في جسمك بتتاثر بحته الاسترس دي شويه، يعني الكورتيزول والتي اس اتش والهرمونات دي بتتاثر بنسبه التوتر، فانت لو متوتر هتلاقي التحاليل دي يعني عالت بنتيجه فولس، نتيجه يعني غلط. فبرضه ايه حته الاسترس دي تبقى مهدي المريض اللي قدامك على قد ما تقدر، بحيث ان احنا ايه نطلع بنتيجه تحليل برضه صح. تاني حاجه الايدج او السكس، العمر او الجنس بتاعك، يعني وليكن انت عندك الميل غير الفيميل في نتائج التحليل، الميل الريفرنس رينج بتاعه غير الفيميل، فوليكن انت مثلا مريض جالك خدت منه المعلومه بتاعه الايدج دي، كتبت مثلا عمره غلط، عنده 20 سنه كتبته 30 سنه، طفل عنده يوم او يومين او شهر كتبته عنده سنتين، فده طبعا مش صح. الجنس بتاعه مثلا انت مريض جالك ميل انت كتبته في ميل والعكس، فده هيأثر على نتائج التحاليل بتاعتك. تاني اخر الدراكس والميديكيشن، الادويه بتاعتك لازم تعرف المريض دوت البيشنت اللي قدامك بياخد ادويه ايه، لان في ادويه ساعات بتعلي تحاليل غلط، يعني بتعلي التحليل وانت مش فاهم هي التحليل ده على ليه، فتبقى واخد بيانات المريض اللي قدامك كامله. اخر حاجه السموكينج والالكحول اللي هو التدخين والكحولات، احنا عارفين ان التدخين بيأثر على جسم الإنسان وبيعمل نتائج عالية، فأنت لازم تبقى فاهم برضو المريض ده بيدخن ولا مش بيدخن،
على سبيل المثال هنجي لها بعد كده، بس تبقى عارف ان انت عندك مثلا في صورة الدم بتاعتك بتلاقي المريض اللي قدامك تلاقي نسبة الهيموجلوبين بتاعته بتبقى عالية قوي. فانت لو بيشرب سجاير هتبقى عارف هي عالت ليه، لكن لو مش واخد بيانات المريض هتقول ايه السبب اللي تخلي الهيموجلوبين بتاعه عالي كده. فانت لازم تبقى واخد بيانات المريض، لان بيبقى في حاجه اسمها هايبوكسيا كده هنعرفها بعد كده، يعني دي بتزود نسبه الهيموجلوبين عند الشخص ده. الكحول برضه احنا عارفين الكحول، الكحول ده يعني الماده دي بتاثر على الممبرين بتاع الار بي سيز بتاعتك، فبرضه بتعمل لها مشكله، فبتاثر على نتائج التحاليل بعد كده. فلازم تبقى واخد برضه ايه الهيستوري بتاعه، شوفوا بيشرب كحولات، بيشرب بيدخن الحاجات دي كلها لازم برضو ايه تبقى واخدها من المريض، بحيث انك تطلع في الاخر انك عارف كل بيانات المريض بتاعتك، فما يحصلش في الاخر الخطأ اللي يأثر على نتيجة التحليل. كده احنا عرفنا الحاجات المرتبطة بالبيشنت دي بقى، يعني هي داخلة معانا في جزء مهم اللي هو ال before collection. يعني ايه before collection؟ احنا عندنا بقى اخطاء مرتبطة بعملية الكوليكشن بتاعتي، فبيسموها في حاجة اسمها before collection يعني قبل السحب، و during collection و after collection. انت جالك المريض خلاص، انت جت مرحلة جمع العينات او سحب العينات، هنقسمها ل3 خطوات بقى. اول حاجة البيفور كوليكشن، انت جالك المريض بتاعك، انت دخلت اول حاجة جاي المفروض مطلوب له تيست معين اللي هو التيست اوردر الدكتور طالبه، فانت رحت مدخل تحليل مكان تحليل، فانت كده عملت incorrect تيست اوردر، يعني دخلت تحليل غلط مكان تحليل تاني. تاني حاجة البريباريشن بتاعة البيشنت اللي قدامك، ده اللي اتكلمنا عليه في خطوة الايرورز المرتبطة بالبيشنت بتاعي. البيشنت مش متجهز صح يعني عشان يعمل التحليل المناسب ده، البيشنت مش صايم فمش هينفع اعمل له تحليل السكر. تاني حاجة اسمها ميس ايدنتيفيكيشن اوف بيشنت. يعني ايه؟ يعني انا جيت مريض قدامي اتلخبطت بينه وبين مريض تاني، انا مثلا سجلت المريض ده مكان مريض تاني، فدخلت له تحاليل مكان تحاليل مريض تاني، فبرضه عملت مشكلة. فدي حاجات بتبقى تحصل قبل الكوليكشن. جيت بقى في مرحله الكوليكشن او مرحله السحب او جمع العينه بتاعتي، المفروض انا الاول انا برتب اللي بحضر ادوات السحب بتاعتي. تاني حاجه برتب الانابيب اللي انا هسحب عليها على حسب التحاليل، ف... وبعد كده بسحب. انا اول حاجه مثلا عملت جبت انابيب غلط، يعني مثلا عايز اعمل للبيشنت ده تحليل سي بي سي، طبعا هنسحبه على تيوب ايه زي ما احنا قلنا، نسحبه على تيوب موف. رحت انا جايب له تيوب سيرم وسحبت عليه، انا كده بوظت الدنيا خالص، عملت مشكله. تاني حاجة incorrect order of draw. يعني ايه؟ يعني برضو المفروض احنا خدنا ترتيب انابيب السحب، وعرفنا بنسحب انهي الاول، وعرفنا تاني واحدة، وعرفنا تالت واحدة، وهكذا. لخبطت بين الانابيب، فده هيعمل لي مشكلة بعد كده، مش هيبان معايا، هيعمل لي مشكلة في نتائج التحليل بعد كده، فهقعد اقول انا عملت ايه، يعني هقعد اقول انا سحبت ازاي، فده ادخل نفسي في ان انا اللي غلطان. طب ليه وانا في ايدي ان انا اتفادى كل المشاكل دي. تاني حاجة، انت مثلا جيت تسحب للمريض، لقيت المريض بتاعك الدم بتاعه بينزل ضعيف، يعني الدم بينزل ضعيف، انا مش عارف اسحب له كمية دم كبيرة، فغصب عني انا جيت فضيت الدم في الانبوبة، فطلعت الانتي كواجولانت للبلاد بتاعي الريشيو بينهم مش مظبوط، فده هيأثر برضه على نتيجة التحليل. لاني لو جيت حطيت مثلا البلاد بتاعي اعلى او اقل من الانتي كواجولانت هيأثر على النتيجة، لان في انتي كواجولانت او ماده منع التجلط دي بتبقى بريشيو مع البلد بتاعي، فعلى حسب انا حطيت دم قد ايه التحليل بتاعي بيطلع مظبوط او لا. تالت حاجه، لو احنا جينا حطينا التورنيكيه اللي انا شرحته لك قبل كده وسيبناه مده طويله، قلت لك بيعمل حاجه اسمها هيمو كونسنتريشن. يعني ايه؟ بيعمل تركيز للدم في المكان اللي انت ضاغط عليه ده، فده هيأثر على نتائج تحاليل وهيطلع لك نتائج عاليه غلط. اخر حاجه بقى حاجه مهمه جدا، الهيموليسيس هنتكلم عنها في اخر الشرح ده، بس تبقى عارفها. الهيمورسيس ده حاجه اسمها يعني هيمو يعني دم، لايسيس يعني تكسير، الجمله على بعض يعني تكسير الدم. فانا بعمل تكسير الدم مثلا، حاجه على سبيل المثال، انا سبت التورنيكيل فتره كبيره، فانا ضغطت على مكان اللي انا هسحب منه، يعني ضغطت على يعني على الار بي سيز بتاعتي، فبالتالي ممكن تفرقع معايا. فلما تفرقع بتطلع السائل اللي جواها، وهي طبعا بتبقى معظمها مليانه حاجه اسمها هيموجلوبين، فيطلع في البلازما او السيرم بتاعتك يخليها لونها قرب الاحمر كده، يعني لونها كده وردي او احمر.
فيأثر معايا على نتائج التحليل، ودي بتبقى مشكله خطيره جدا جدا، ولازم لازم لها تطلب ريكولكت للعينه بتاعتك. ما ينفعش اشتغل على عينه هيمولسيس لانها هتأثر معاك في ال في النتيجه. هنفهم هيمولسيس دي في اخر الشرح، بس انا قلت برضه اديك معلومه بسيطه عنها في الاول. تالت حاجه افتر كوليكشن، بعد ما سحبت العينه خلاص، سحبت العينه بتاعتي وانا تمام خلاص، سحبت العينه بتاعتي صح. جيت بقى حطيت الانابيب، نسيت اعمل ميكسينج، نسيت اعمل نسيت اقلب العينه. طبعا عينه عايزه تتقلب او انبوبه عايزه تتقلب، انا نسيت اقلبها، خلاص الانبوبه اتجلطت، فخلاص التحليل ده باظ على كده. فلازم ابقى مركز في الميكسينج بتاعي كويس. تاني حاجة عملت ميس ليبل للسبيسمن بتاعتي أو للعينة بتاعتي. يعني أنا المفروض أكتب عليها اسم مثلا المريض اللي قدامي محمد أحمد، جيت كتبت عليه أحمد محمود، فده مريض مكان مريض، فده خلى مريض يعمل تحليل مكان مريض، فطلعت نتيجة الشخص ده بحد تاني. فدي طبعا مشكلة كبيرة، فابقى مركز بعد ما اسحب بالبيانات. وعشان كده انا بفضل اللي انت تبقى ايه كاتب اسم او حاطط ليبل او كاتب اسم المريض قدامك قبل ما تعمل اي حاجه على الانابيب، قبل ما تعمل اي حاجه، قبل اي الخطوات انت حضرت الانابيب تكتب عليهم الاسم، تاخد الاسم اللي قدامك تكتب عليه، بحيث ان انت ما تتلخبطش بعد كده ايا كان اللي يحصل، سهيت نسيت، فتبقى انت خلاص كاتب البيانات على الانبوبه وسحبت عليها. تاني حاجه عندي بقى خطوه الترانسبورت بتاعت العينه. انا سحبت العينه وعايز اعملها ترانسبورت او عايز اوديها المعمل او عايز انقلها في مكان تاني. ففي عينات انا عندي بتتاثر بالضوء، يعني مثلا تحليل زي تحليل البيلروبين او الصفرة، ده لو انا سبته في الضوء مده طويله ده هيتكسر. فعشان اعمل له ترانسبورت لازم اعمله ترانسبورت بطريقه معينه، بحيث ان انا احافظ على العينه بتاعتي ما تتكسرش بالضوء، احطها في فويل يحميها من الضوء، وهكذا. ففي كذا طريقه اللي احنا نحافظ بيها على العينات. ما ينفعش اخد عينه بتاعتي اروح جاي حاططها مثلا ايه في التلاجة مره واحده، وهي العينه ما ينفعش تتحط في التلاجة، فده هتأثر على النتيجة. احطها في التلاجة وبعد كده اروح جاي بقى موديها مكان تاني او معمل تاني واسيبها مدة طويلة. ما كل المسافة والوقت دوت بيأثر على العينة، فانت ما ينفعش تعمل الترانسبورت بالشكل ده. لازم تبقى فاهم التحليل بتاعك هياخد وقت قد ايه، وهياخد وقت في نقل العينة قد ايه، وهيتأثر بالضوء. لو انا واخد العينة مثلا وماسكها في ايدي او حاجة، هيتأثر بالضوء ولا لا؟ طب احط العينة في حاجة عشان ما تتأثرش. لازم تبقى فاهم الموضوع ده. اخر حاجة خطوة البروسيسنج بقى. انا جيت بشتغل على عينة عايز افصلها. طبعا حطيت العينة في السنترفيوج بتاعك، حطيتها دقيقة ورحت مطلعها، فطبعا انت كده ما عملتش incomplete centrifugation. يعني ايه؟ يعني المفروض العينة تتفصل بشكل كامل، انت جيت فصلت، يعني فصلت تلات ارباعها وسبت الربع مثلا، فلسه عملية الجلطة بتتكون، فهتلاقي البلازما والسيرم بتاعك فيه خيوط لسه، فده ممكن هيأثر معاك بعد كده في التحليل. هتيجي تلاقي الجلطة، انت بتسحب السيرم او البلازما بتاعتك تلاقي فيه جلطة، هتلاقي فيه جلطة متكونة معاك. فعشان كده لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. يعني مثلا سحبت العينة سيبها شوية تتجلط، يعني سيبها ربع ساعة نص ساعة تتجلط، وخلاص اتجلطت بشكل كويس، تبتدي تعمل لها السنترفيوجيشن بتاعك وتشتغل عليها عادي. اتكلمنا قلنا انكوريكت اللوجن ان، يعني بتدخلها بشكل مش مظبوط، بتدخل تحليل مكان تحليل مثلا. يعني كل الحاجات دي بقى احنا قلناها. والاستورج بتاعك، انت مثلا جبت العينه وحطيتها في الثلاجه، والتحليل ده مش مفروض يتحط في الثلاجه، التحليل ده المفروض يتحط في درجه حراره الغرفه. فانت كده ضريت التحليل وطلعت النتيجه في الاخر غلط. فتبقى فاهم طريقه التخزين بتاع كل تحليل عامله ازاي. تحليل بيتحط المفروض في الفريزر عشان تشتغل منه، انت جيت رحت حاطط التحليل ده في الثلاجه، جيت رحت حاطط التحليل دوت بره في الغرفه. فانت كده عشان مش فاهم فرحت حاطط عملت الاستورج بتاعك بطريقه مش صح. فلازم تبقى فاهم كل تحليل. هنعرف بعد كده ازاي بنخزن التحاليل، ازاي بنتعامل مع كل تحليل على حده، كل تحليل بشكل معين عشان ما نتلخبطش. بس انت تبقى فاهم الاخطاء اللي ممكن تقابلنا واحنا بنشتغل في التحاليل، الاخطاء اللي ممكن تقابلنا واحنا لازم نتفاداها، بحيث ان احنا نطلع باقل الاخطاء ان شاء الله. هنيجي بقى نتكلم على جزء مهم جدا، وهو السيمبل ريليتد ايرورز او بروبلمز. ده جزء مهم ويهمنا قوي بقى، اللي هو الحاجات اللي بتبقى مرتبطه بالسيمبل بتاعتي. دايما خلي في دماغك كده جمله مهمه جدا، وهي الجولد سيمبل بتساوي accurate lab result. يعني ايه؟ عينه كويسه، عينه صح، عينه جيده بتساوي نتيجه تحليل
اكيوريت ومظبوطه، نتيجه تحليل دقيقه. عينه مش صحيحه، عينه مسحوبه غلط، عينه مش سليمه، نتيجه هتأدي في الاخر نتيجه تحليل مش مظبوطه. ازاي؟ انا عندي دلوقتي اغلب انواع العينات اللي هتتعامل معاها في المعمل بيبقوا ثلاثه. اغلب انواع العينات ثلاثه: اما عينه بيسموها وول بلود او دم كامل، دي بتشتغل عليها تحاليل معينه زي السي بي سي. انت السي بي سي بتبقى محتاج تعد خلايا ومحتاج البلازما بتاعتك، فمحتاج العينه مش متجلطه، فيسموها وول بلود، اللي هي بتبقى في الانبوبه مثلا اللي لونها موف. تاني نوع من العينات عينه بلازما، دي في الانبوبه اللبني. تالت نوع من العينات السيرم، اللي هو في الانبوبه الحمراء. احنا بنشتغل على الثلاث عينات دول. اي خطأ او اي مشكله بتقابلنا في اي عينه فيهم، لازم نطلب عينه تانية ليهم، لازم يبقى ريكولكت لاي عينه فيهم، لانها هتاثر على نتيجه التحليل. طب ازاي؟ هنيجي نتكلم في الاول على الابنورمال بتاع الوول بلاد. يعني عينه دم المفروض تبقى مش متجلطه وكل الخلايا مش متجلطه والبلازما بتاعتي سليمه. لقيت العينه دي متجلطه. طب لقيت العينه دي متجلطه، هتاثر في حاجه؟ ده هتاثر لك في حاجات. انت مثلا انبوبه السي بي سي دي انت عايز الخلايا كلها عشان تعدها، جيت لقيت الجلطه زي ما انت شايفها كده، هتاثر معاك وبالتالي هتطلع لك نتائج غلط. وبرضه انت لو بتشتغل على جهاز، الجلطه دي لو دخلت في الجهاز هتسده، يعني هتقفل لك الجهاز. فانت تتفادى كل المشكله دي انك تطلب عينه تانية. طب الغلطه دي حصلت مني، طب هي حصلت ليه؟ لان في ناس تروح سحبه الانبوبه وتلاقيها متجلطه، تقول لك انا عملت ايه هي ان هي متجلطه يعني. فانت بترفض العينه دي. طب انت عملت ايه عشان انبوبه تتجلط؟ اول حاجه لو يعني فكر كده، هتقول مثلا انا جيت عملت ميكسنج، ما عملتش ميكسنج صح. يعني انا جيت عملت ميكسنج مره او مرتين وسبت الانبوبه وخلاص. ده انت كده ما عملتش ميكسنج مظبوط للعينه مع الانتي كواجولانت او منع التجلط بتاعك، فهيأثر على العينه بتاعتي، فهيكون الجلط، لان انت ما عملتش ميكسنج، ففي جلطات صغيره عماله تتكون وانت مش واخد بالك منها. سبت العينه، الجلطات عماله تتكون لانك ما خلطتهاش كلها بمنع التجلط اللي عندك، فهيأثر على العينه. تاني حاجة عملت ديلي في الترانسفيرنج بتاعتي. يعني ايه؟ يعني انا سحبت الدم بالسرنجة بتاعتي، سحبت عينة الدم بالسرنجة بتاعتي وسبتها شوية، وبعد كده رحت رايح ناقلها في الأنبوبة، ففي جلطات صغيرة عمالة تتكون وانت مش شايفها قبل ما تنقلها، ورحت جاي مفضيها وعملت ميكسنج. هيبان عندك ان انت ايه، ان الدم بتاعك سائل وما فيهوش جلطات، بس في جلطات عمالة تتكون. هتبان لك في بعد كده جلطات صغيرة عمالة تتكون. فالديلينج ده مش مظبوط. فالديلينج ده مش مظبوط، وبالتالي هيؤدي معاك ان انت العينه بتاعتك هتتجلط فتبقى ابنورمال، فتحتاج عينه تانية. عشان طبعا ما ينفعش تشتغل من العينه دي. انت لو اشتغلت من العينه دي يبقى معلش انت ما عندكش ضمير خالص. تالت حاجه incorrect blood to anticoagulant ratio، دي اتكلمنا عنها وبرضه هقولها لك تاني. انت حطيت مثلا في نسبه معينه للانتي كواجولانت دي عايزه نسبه معينه ليها، او نسبه هي بتبقى نسبة وتناسب. فانت بتحط البلاد للانتي كواجلانت لحد العلامة، جيت انت زودت البلاد بعد العلامة، ده وارد ان يحصل ايه؟ وارد ان يحصل جلطة. ليه؟ لان بقت نسبة الدم اعلى من نسبة مناعة التجلط، فخلاص منع التجلط ليه كمية معينة هيجلطها، وبالتالي في دم شوية دم مش ممكن ما يتمنعش تجلطه، فيؤدي في الاخر تكوين جلطة. او مثلا منع التجلط لحد العلامة المفروض تحط دم، انت حطيت لحد نصها، فده هيأثر على العينة بطرق أخرى. فلازم تبقى فاهم المشاكل اللي بتخلي لي العينة بتاعتي تتجلط. فأنا أول ما أسحب العينة بتاعتي أروح جاي مفضيها على طول في الأنبوبة، بحيث إن أنا أتفادى مشكلة إن العينة بتاعتي تتجلط، لأن محتاجها في التحاليل اللي بتبقى محتاجة عدل الخلايا كلها، ولازم البلازما بتاعتي تكون كلها مظبوطة. تاني حاجة هنتكلم على الابنورمال في البلازما او السيرم بتاعتي. احنا قلنا البلازما او السيرم دول بتبقى اشهر العينات اللي بنشتغل عليها التحاليل. فلازم تبقى فاهم زي ما انت شايف في الصوره كده، لون السيرم او البلازما بتاعتي بيكون كلير يلو. يعني ايه كلير يلو؟ يعني اصفر واضح او شفاف او رايق كده، ما فيهوش اي تربيديتي. ده عند الشخص السليم. طب انا لو جيت سحبت العينه ولقيت لون السيرم ده في لون السيرم ده بقى متغير لالوان تانية، زي ايه؟ زي الابنورمال بقى. لون السيرم بص هتلاقيه احمر كده على الشمال تحت اهو، الهيمولايزد. ده الهيمولايزد زي ما انا قلت لك. في الهيمولايزد بيحصل ايه؟ بيحصل ان خلايا الدم الحمراء او الار بي سيز بتفرقع وبتطلع المحتويات اللي جواها، بتطلع هيموجلوبين وبعض السوائل اللي جواها، فتأثر لك على السيرم، بتخلي لك لونه، لان الهيموجلوبين انت عارف اللي هو لونه احمر نتيجه وجود ايه؟ نتيجه وجود الايرون اللي جواه، الحديد.
فالهيموجلوبين يطلع في الاخر للبلاد بتاعك، فيخلي لي لون السيرم او البلازما لونه احمر، فده يأثر لي على معظم التحاليل وان لم يكن كلها. فده مش صح طبعا ان انت تشتغل منه التحاليل. انا بفضل عامه اي عينه هيمولس لازم ايه، لازم نطلب لها عينه تانية، لان كده مش مظبوط وهتأثر على التحاليل. يعني انت مش مش حاجه ان انت تطلب عينه تانية طالما انت شايف ان العينه اللي قدامك مش مظبوطه. لكن لو انت ساحبها، احنا عرفنا احنا نتفادى المشكله دي ازاي. تاني حاجه، انت في نوع العينه اللي هي الابنورمال التانية لايبيميك. يعني ايه لايبيميك؟ يعني السائل او البلازما بتاعتي فيها عقاره شبه اللبن كده، يعني تربيتي جامد قوي. طب التربيتي جايه منين؟ العينه فيها نسبه عقاره عاليه. دي المريض بتاعك واكل اكله دسمه قوي، يعني اكله فيها دهون عاليه قوي، جاي يعمل التحليل، فسحبت له العينه لقيت العينه بالشكل ده. فانت طبعا لا، ما ينفعش تشتغل منه عينه، وهنعرف هنتعامل معاها ازاي. اخر عينه اللي هي العينه بيقولوا عليها اكتريك. يعني ايه اكتريك؟ يعني السيرم او البلازما بيبقى شبه لونه اصفر غامق قوي، بيقول عليها ديب يلو. يعني ايه ديب يلو؟ يعني اصفر داكن او اصفر غامق. ده نتيجه ان بيبقى فيه نسبه صفرة عاليه في العينه دي. طيب هنيجي بقى نعمل مقارنه بين الهيمولايزد سيمبل واللايبيميك سيمبل والالكتريك سيمبل عشان ما نتلخبطش، تبقى قدامنا ونبقى عارفينها وما نتلخبطش بينهم تاني. قلنا الهيموليسيس او الهيمولايزد سيمبل دي الار بي سيز بتاعتي بتحصل لها رابشر او بتنفجر نتيجه شويه مشاكل هنتكلم عنهم، وبتطلع كل المحتويات اللي جواها في السيرم او البلازما بتاعتي. طيب خليك معايا كده، سيبك من الكلام المكتوب عشان افهمك ليه بقى بيحصل كده. يعني في الهيمولايز ده ايه الاسباب وازاي اتفاداها. انت جيت تسحب للشخص اللي قدامك، لقيت الوريد بتاعك مدفون، فانت قعدت تحفر بين الوريد لحد ما سحبت العينه. السن بتاعك ده ممكن يحصل ان هو يكسر الخلايا وانت مش شايف، فسحبت العينه وجيت تحطها في الانبوبه وتفصلها، لقيت منظر السيرم بالشكل ده نتيجه اللي حصل صعوبه في عمليه السحب بتاعتك. تاني حاجه، انت بتسحب بسن صغير قوي، فالسن الصغير قوي ده البلاد هو داخل جواه خلايا الدم الحمراء ضعيفه، فممكن تفرقع وانت بتسحب السرنجه. تاني حاجه، في ناس وهي بتسحب تدخل سن في الوريد، وتروح جايه قبل ما الدم يطلع خالص، تروح جايه سحبه السرنجه جامد قوي وتخلي الدم يطلع لوحده. دي اكبر مشكله بتحصل، واغلب العينات الهيموريج بتحصل بسبب المشكله دي، بسبب الحركه دي، لانك انت بتسحب جامد قوي بتخلي الدم يطلع بضغط عالي قوي، وبالتالي هيؤدي ان يتكون فقاعات هواء جوه العينه. فالفقاعات الهواء دي اللي بتدخل جوه العينه دي هتاثر على العينه وهتكسر خلايا الدم، والضغط العالي ده هيكسر عينات الدم. وبرضه وانت بتيجي تفضي في الانابيب، في ناس تروح جايه ضغطه بالسرنجه جامد في الانبوبه، فانت بتضغط على خلايا الدم الحمراء، فتروح نازله من الابره بتاعتك او السن بتاعك. السن ده ضعيف، يعني السن ده رفيع قوي، يعني فانت بتضغط عليه فالضغط بيبقى عالي، فالخلايا وهي نازله بتتفرقع، فبيؤدي في الاخر ان يحصل هيمولسيس للعينه. خلاص انت فضيت في الانبوبه، فروح جاي بقى رحت مقلب الانبوبه كانك بتقلب ازازه عصير، يعني كانك بتقلب علبه عصير كده. ده طبعا ما ينفعش. احنا اتكلمنا الميكسنج يبقى سلايتلي، يعني حاجه خفيفه خالص، بحيث انك ايه ما تاثرش على جو او ما تاثرش على الاغشيه بتاعت الخلايا، لان اغشيه الخلايا مهما كانت ضعيفه، فانت بتعمل ميكسنج بالراحه بحيث انك ما تاثرش. واتكلمنا قلنا التورنيكي لو سيبناه مده طويله هيأثر لي على الدم بتاعي، ويعمل هيمو كونسنتريشن وضغط للدم في المكان اللي هسحب منه، فوارد ان يحصل لي ايه، يحصل لي هيموليسيس برضه للدم بتاعي. وقلنا حته الالكحول قبل كده، قلنا لو احنا مثلا جينا عقمنا بالكحول ومفروض احنا هنيجي نسحب، نستنى وليكن دقيقه كده لحد ما الكحول ينشف، وبعد كده نسحب. ليه؟ لان السن بتاعي لو مسك في الكحول ودخلته جوه الوريد، انا كده في نسبه الكحول بتمسك في الدم بتاعي، وبالتالي هتاثر، لان الكحول اصلا بيأثر على الممبرين الخليه، فيخليها تفرقع. انا في ايدي ان انا اتفادى المشاكل دي. طالما انا في ايدي اتفاداها، يعني في مشاكل انت بتتعلمها، وبالتالي بعد كده ما تغلطش فيها، لكن دي حاجات انت المفروض تبقى اساسيات عندك عشان تبقى يعني عشان تبقى شاطر، عشان تبقى ايه بتطلع نتيجه وانت واثق من نفسك وانت واثق فيها. فاحنا بنتعلمها مع بعض. وقلنا برضو انك النيدل ما تحركهاش كتير وانت بتسحب الدم، عشان ده غلط. يعني انت بتسحب عينة الدم، انت دخلت جوه الوريد، ما تقعدش تحفر جوه، لان التحفير ده بيؤدي في الاخر انك بتكسر الدم بتاعك.
واتكلمنا على على الفصل، عمليه الفصل، السنترفيوجيشن بتاعتك. لازم تسيب الدم بتاعك في الاخر يتجلط كويس، وبعد كده تروح جاي فاصله. ما تسيبهوش اللي هو ايه، التجلط اللي هو بسرعه، ده دقيقه ولا دقيقتين تروح فاصله، لا ده مش صح. تسيبه ياخد يعني كفايته في الفصل، كفايته في التجلط، وبعد كده تروح تفصله. وحاجه بقى مهمه، اللي احنا العينات بتاعتنا نحفظها صح، يعني ما نعرضهاش لدرجات حراره عاليه. يعني ايه؟ او درجات حراره مش مناسبه، يعني الاكستريم تمبريتشر. يعني ايه؟ انا جيت سحبت عينه ورحت داخل عينه دم ورحت حاططها في التلاجة، ورحت اوان بقى انا جاي خلاص انا هشتغل التحليل منها، رحت جاي مطلعها من التلاجة ورحت حاططها في السنترفيوج على طول، من غير حتى ما اسيبها تهدى. حطيتها في السنترفيوج على طول وهي متلجه، يعني وهي ساعه. طبعا انت يعني العينه كانت في درجه حراره درجه حراره قليله جدا. جيت انت حاططها في السنترفيوج اللي هو بيلف لك العينات، فدرجه الحراره بتعلى جامد. فده مره واحده كأن الخلايا انت بتضربها، فتروح الخلايا وهي بتلف جامد تروح مفرقعه. الصح ايه؟ الصح ان انا طلعت عينتي من الثلاجه، اسيبها تهدى الاول، اسيبها تهدى درجه، تاخد درجه حراره الغرفه بتاعتي، وبعد كده اروح رايح فاصلها. فده مش هيأثر معاك على العينه. فاحنا فهمنا وانا كنت منزل لكم برضو اسباب الهيمورسيس، برضو بصوا على الفيديو ده، هتلاقوا برضو فيه الاسباب دي كلها، بس انا حطيتها لكم هنا في معلومات تحت بعض، بحيث ان احنا نبقى عارفين نميز بينهم. تاني وده طبعا الهيمورسيس احنا قلنا اللي احنا نطلب عينات تانية. طب ليه نطلب عينات تانية؟ طب هتقولي طب انا لو اشتغلت بالعينه دي ايه اللي يحصل؟ هقول لك ايه، هقول لك فرضا المريض ده ليه تحليل بوتاسيوم. احنا عارفين ان البوتاسيوم بيبقى موجود بنسبه اعلى داخل الخليه. فانت خلايا الدم الحمراء بتاعتك كلها فرقعت، طلعت لك كل البوتاسيوم بتاعها في البلازما او السيرم بتاعي. جيت انا قسته لقيت المريض دوت عنده بوتاسيوم عالي. البوتاسيوم بتاعه العالي ده اقول خلاص المريض ده عنده مشكله في القلب وخلاص المريض ده بيموت. ده طبعا مش صح، لان العينه بتاعتك هي اللي مش مظبوطه، مش المريض اللي فيه حاجه. فعشان كده انت لازم تطلب عينة تانية في الوقت ده عشان تعرف تميز اللي عنده المشكلة. هل المريض فيه مشكلة فعلا، والمريض عنده مشكلة وعنده مرض معين، ولا العينة بتاعتي هي اللي فيها مشكلة؟ فعشان كده نتجنب اللي احنا نحط نفسنا في مشاكل ونطلب عينات تانية لو قابلتنا المشكلة دي. تاني حاجة لعينة اللايبيميك، قلنا دي عينة بيبقى فيها نسبة دهون عالية، عينة فيها هاي ليبيد كونسنتريشن في البلاد. فالافضل احنا نخلي المريض ده يصوم مثلا من 12 ل 14 ساعه، ويجي نسحب له التحاليل اللي هو عايزها. طب ليه؟ لان الدهون او الليبيد بتاعتك بتعمل انترفيرنس او تداخل بين حاجات تانية. يعني مثلا جيت تسحب تعمل تحليل معين، فالدهون دي اثرت لك على تحاليل تانية، تدخلت مع عمل تحاليل تانية، تدخلت مع فعل انزيمات او تحاليل تانية. فعشان كده انا اتجنب الموضوع ده، اللي انا اخلي المريض يصوم واجي بعد كده اسحب له عينه واشتغل منه التحليل اللي هو عايزه. اخر حاجه بقى، طبعا احنا قلنا اللايبيميك لا، هنخلي المريض يصوم ونيجي نسحب له عينه تانيه. اخر حاجه الكتريك سامبل بتاعتي، اللي هي عينه بتبقى لونها ديب يلو، دي بتبقى نتيجه ان الهاي بالروبين كونسنتريشن. وبنقابل او بنشوف اللون ده او الحاله في الحاله دي في الاغلب او في المعظم في حالات النيوبورن، حالات الاطفال اللي لسه مولودين، بيبقى عندهم مشكله في الصفرة عامه بتبقى عاليه، فهي اللي بتعمل اللون ده. فدي طبعا بيعالجوها بطرق معينه، وفي الاخر بتلاقي الطفل اتحسن وبقى كويس. وطبعا البيليروبين ده شرح، يعني عايز له شرح لوحده، هنعرفه بعد كده ان شاء الله. عايز له شرح يعني، وهفهمه لكم يعني ان شاء الله، بحيث تبقى ملم بالموضوع، وهنعرف ليه العينه بقت لونها كده، وليه السبب ده، وليه البيليروبين اصلا عالي في الاغلب يعني عند الاطفال لسه مولودين ان شاء الله. بس تبقى فاهم يعني ان دي بتبقى حاله مرضيه يعني، فبتخلي اللون بتاعك يبقى كده في الاول، وبعد كده اللون بيتحسن مع العلاج ان شاء الله. فاحنا قلنا الهيمولايز سيمبل، والهيمولايز سيمبل لازم نطلب له عينات تانية، واللايبيميك نخلي المريض يصوم، بحيث ان احنا نطلع في الاخر ان كفاءة العينة بتاعتي او جودة العينة او الكواليتي بتاع العينة بتاعتي يبقى مظبوط. بحيث ان انا في الاخر قلت لك جملة تبقى عارفها مهمة جدا، الجود سيمبل بتساوي accurate lab result، يعني نتيجة معمل، يعني نتيجة محترمة، نتيجة كده الدكتور اللي يمسكها منك، يعني الحالة ما تروح للدكتور بنتيجة تحليل يقول الله ينور، ما يقولش ايه يعني، ما يقولش ايه ده. فانت عشان كده تبقى فاهم انت بتشتغل ازاي، وفاهم شغلك بيبقى مبني على ايه. لانك انت في الاول وفي الاخر انت بتبقى عارف انت هتطلع نتيجة ازاي، لانك انت اشتغلت عينة هيموليسيس، فانت بتبقى عارف النتيجة غلط ولا صح.
فانت يبقى حرام عليك ضميرك انك تشتغل من اي عينه وخلاص، حرام عليك ضميرك تلاقي عينه متجلطه وتروح تشتغل منها سي بي سي وتطلع نتيجه. ده طبعا مش صح، وهتتعرف يعني هتتعرف، لان انت بتطلع يعني تحليل مثلا وليكن سي بي سي، لقيت العينه متجلطه، رحت اشتغلت العينه لقيت البليتلت بتاعتك بقت 50 و60، رحت مطلعها، ده بقى مريض، انت طلعته بقى انسان مريض، وهو طبعا ما عندوش حاجه، فانت مش فاهم. فعشان كده يعني احنا حبينا نشرح الموضوع المهم ده، ونحاول على قد ما نقدر نبقى نكتب المعلومات دي بحيث ان احنا ما نقعش فيها ان شاء الله بعد كده. و... وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد نشرح مع بعض حاجه مهمه تانية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.